السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة يا رب. اليوم بإذن الله حبيبة قلبي نحضر معكم ساندويتش بخبز الطاكوس او التورتيلا، يعني تجي بزاف بنين ومعسل وبزاف هايل، يعني ساهل خفيف ظريف توجدوه في وقت وجيز. حضروه للعشاء لوليداتكم وراح انا اكيده انه راح يعجبكم باذن الله. قبل ما نبدا معكم ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس الى كنتم جدد وشاهدوا القناة. هنا شوفوا واش عندي حبيبة قلبي، الطاكوس، خبز الطاكوس محضرته معكم من قبل في قناتي. راح احط لكم الرابط تاعو اسفل صندوق الوصف، اللي ما يعرفش صندوق الوصف يضغط على عنوان لا فيديو يخرجوا صندوق الوصف. قريت هنا البطاطا، كمية البطاطا عندي هنا 3 حبات تاع بيض حتى 4، ضربتهم شويه تاع الملح، فرماج رابي. عندي طون تاع طوماطيش او تاع الزيت، انا طون تاع طوماطيش صفيته مليح من المرقه اللي فيه، اي لاصوص اللي كانت فيه. وعندي كميه تاع المايونيز وكميه من الصلصه الجزائريه اي صوص الجيريان، حطيتها معكم ايضا على قناتي، نحط لكم الرابط تاعها اسفل صندوق الوصف. نروحو مباشرة للطريقة. هنايا شوفوا عندي مقلاة تاع لي كراب او اي مقلاة عندكم تكون ثقيلة وما تلصقش. حطيت كمية قليلة حوالي ملعقة صغيرة تاع الزيت، راح نمشيها والنار تكون قليلة يعني على شمعة هكا باش البيض تاعنا ما ينحرقش ونبداو نوجدو في غرضنا. حطيت كمية تاع البيض، انا صراحة ما نكذبش عليكم خياتي، حطيت 3 حبات تاع بيض فقط، كانوا عندي كبار، ما حبيتش نكثر كمية تاع البيض، وكفاتني 4 سندويشات تاع تاع الطاكوس. انا حطيت مباشرة فوقها هذيك ورقة تاع الطاكوس وقلبتها مباشرة كما راكم تشوفوا هنايا، وذاك البيض لصق في الطاكوس يعني في الخبز تاع الطاكوس. وهنايا النار راهي قليله، دوك نوريها لكم. حطيت مبشور تاع الفرماج، اي نوع تاع مبشور فرماج عندكم تكون نوعيه جيده من الاحسن. هنا حطيت شويه شويه كما راكم تشوفوا. تقدروا تزيدوا فرماج بورسيون، يعني حبيبه تاع فرماج بورسيون. انا وريت لكم النار كيفاش كانت قليله على شمعة هكا باش يعني تحطوا المكونات في غرضكم وبعد تزيدوا لها شويه. هنا حطيت الصلصه الجزائريه اي صوص الجيريان، راح تزيد لها بنه ما شاء الله. هنا فقط ننصحكم تقعدوا تستعملوا الصلصه هذه مع الاخر، ما تستعملوهاش مع الاول. انا مع الاخير زدت ضفت شويه، حطيت شويه تاع مايونيز. قلت لكم تقدروا ديروا بديل تاعها فرماج السائل، اللي كنت حضرته معكم على قناتي ايضا. نحط لكم الرابط تاعو اسفل صندوق الوصف، يعني يجي بزاف بنين، راح يزيد له بنه ما شاء الله. راح نضيف شويه تاع الطون، طون تاع الزيت وطوماطيش. انا صراحه نفضل، بالنسبه لي نفضل دانتاشي ولا سكالوب، قطعه تاع سكالوب راح تجي بزاف ما شاء تجي بزاف بنينه. هنا في المنزل اللي عندي يحبوا الطون، حضرت لهم درت لهم شويه تاع الطون. حطيت كميه تاع بطاطا يعني مقليه الفريت، وحطيت شويه فرماج رابي، وزدت شويه من ديك الصلصه، يعني باش تجي معسله وتجي بزاف بنينه، تجي ما تجيش ناشفه من الداخل. وغلقتها بهذه الطريقه. تقدروا ديروها مدوره كامل وتعمروها وتحطوا ورقه فوق ورقه، بعد ما تحمروهم في الجوانب تقسموه على زوج. هنا وريت لكم الفرن كيفاش زدتو شويه، يعني ما زدتوش قوي بزاف، زدت قويت شويه على مقبل. وراح نحمر الساندويتش تاع الطاكوس اللي عندي، نحمره في الجوانب من الجهه السفليه ومن الجهه العلويه يعني من الفوق. هنا اللي عنده البانيوز يبريسيها من الاحسن، راح تجي ما شاء الله الشكل تاعها شباب وتجيكم مقرمشه اكثر فاكثر. هي تقدروا ما تحمروش الطاكوس تاعكم، ولكن من الاحسن تحمروا في الجوانب وتكون يعطيكم نوعا ما هذيك القرمشه، وراح يجي معسل وطري من الداخل. راح نحمروا على نار اللي وليتها لكم، ما تكونش قويه بزاف. هنا بعد ما حمرت الحبه الاولى راح نزيد معكم حبيبه واحده اخرى، راح ندير حوالي ملعقه صغيره تاع الزيت، ما نكثرش بزاف، ونمشيها. هنا حنزيد نمشيها بالبانسو من الاحسن باش تمشي لي كامل ديك الزيت في المقلاة. وراح نضيف كميه تاع البيض ونمشيها بهذه الطريقه. زدت ضفت شويه باش يجي النصف تاع الطاكوس. ها الطريقه. تقادوا بالنسبه للبيض ما يضيفش مع الاول كما ضفت انايا، يقلي البيض بجيه ويحطوه داخل الطاكوس. انا فضلت هذه الطريقه راح تكون احسن، وقلبت بهذه الطريقه. نشدوا المقلاة ونقلبوا بالبيض مع الطاكوس. عاود نقصت المقلاة، لازم تنقصوا لها على نار هادئه يعني على شمعه باش تقدروا تحطوا الحشو في غرضكم. هنا هذه الحبه الثانيه ما حطيت لهاش الصلصه الجزائريه او صوص الجيريان، علاش؟ لانه شويه حاره، وبناتي كما تعرفوا صغار ما ياكلوش الحار. بالنسبه للحشو، حشوه اختياري، تقدروا ديروا سكالوب تقليوه وتحطوه، تقدروا ديروا داند اشي يعني تضيفوا التوابل وتحطوه،
يعني الحشوة اللي تفضلوها نتوما تحطوها، لكم الاختيار. انا اليوم حضرت معكم هذه الحشوة، واني محضرة معكم انواع تاع لي سندويشات فيهم انواع تاع الحشوات، يعني نتوما ولكم الاختيار، ومازالوا انواع لي سندويشات اخرى نحضرها معكم على قناتي، يعني نشتركها معكم. لانه مازال جاي وقت اللي غير تاع لي سندويشات وحاجه خفيفه كيما هادو. هنا زدت شويه كميه تاع البطاطا، يعني تاع الفريت تاع الفرماج تاع الطون، شويه مايونيز. قلت لكم تقدروا تضيفوا في مايونيز مكان مايونيز صلصه الجبن، او فرماج سائل اللي كنت حضرته معكم على قناتي. راح يجي يطلق بنا ما شاء الله، صدقوني بزاف هايل. انا فقط ما كفايش الوقت اني نحضر هذاك صلصه الجبن او فرماج السائل. هنايا راح نزيد نحمرها في الجوانب ونوريها لكم. نحمروها بهذه الطريقه. نكمل كامل الخبزات اللي عندي. شوفوا هنا حمرتها بهذا اللون. وهذا هو الشكل النهائي تاع الساندويتش تاعنا تاع طاكوس. شكل بزاف هايل، تقدروا تلويوه كيما كنت نحضروا معكم على قناتي، تقدروا تحضروا بهذه الطريقه، راح يجي بزاف هايل وبنتو ما شاء الله. خاصه لو كنتو حطيتوا له نوعيه تاع فرماج هايله، تقدروا تزيدوا له الكومونبير، راح يزيد يعطيه بنه على بنه. وحنرافقوا مع ديك الصلصه الجزائريه، اي صوص الجيريان. شوف هنا قسمت معكم حبيبه باش تشوفوها. شوفوا كيفاش جا معسل من الداخل، ما جاش ناشف، جا ما شاء الله وبزاف بزاف بزاف بنين. انا اليوم عطيتكم هذا الحشوه، حطيت معكم هذه الحشوه. نتوما الحشوه اللي حبيتوها زيدوا تضيفوها، تقدروا تزيدوا تضيفوا الزيتون الاخضر اللي بدا اللي بلا عظم، تقدروا تضيفوا اي نوع تاع حشوه، وانتم لكم الاختيار. يعني انا وريت لكم اليوم وجدت في الحشوه اللي تاع الساندويتش، وانتم كيما حبيتوا. هنا لحقنا نهايه الفيديو تاع نهار اليوم. ان شاء الله تكون خفيفه ظريفه على قلبكم، والوصفه تعجبكم وتكون خفيفه عليكم. وإذا عجبتكم ما تنسوش ديروا جيم واشتراك وتفعيل الجرس. دمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.